السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي فضاء أمينة. هنايا أختي شرات كيلو تاع قمح، حابة تخدم روينة. قلت لما لا نشارك معكم الطريقة على طريقتها هي. هنايا غسلت القمح حوالي 4 غسلات. دروك تشوفوا المراحل بالتفصيل. وهنايا كتقول، قلت لها زعما قولي لي شحال من مرة غسلتيه؟ 3. قالت لي والو 4. 4 غسلات يعني لازم يصفى مليح. و دروك تشوفوا باقي الطريقة. وهنايا فرغته في سنيوة باش نخرجوا للبالكون ولا بلاصة الهوا باه ينشف. وتقدروا ثاني تنشفوه في الفور، يعني تسخنوا الفرن ومن بعد تحطوه في البلاء وتطفوا الفرن وتخلوه ينشف. بصح بما انه احنا رانا في السخانة سخنته بهذه الطريقة. ادالي وقت حوالي نهار فقط، بما انه رانا الجو حالي مكاش برد. هو اللي عاوني باش عاون القمح باه
ينشف في وقت قياسي. وهنا بعد ما نشفناه في اليوم اللي بعده، يعني كي راح نديرو كمية كبيرة أكيد يعني حمصاتو في القلايد اللي نحمصو فيه القهوة. وانتوما وكيف تحبوا روينتكم، يعني كيما أختي هنا ما تحبهاش محروقة ياسر، يعني غير صفرتها ونحتها من على النار، يعني كل واحد وطريقته. وهنايا بعد ما قليتها طحنتها في برك في المطحنة الكهربائية تاع التوابل، مسحتها مليح من التوابل وطحنتها فيها، وبعد عقبتها في الغربال باش تزيد تصفيها مليح، وترجع هذه اللي غربلتها اللي بقات الفوق في الغربال تعاود ترجعها تطحنها من جديد. بما انه الكمية قليلة، يعني العشاب اللي يطحن الروينة ويطحن القمح والشعير قالها راه كمية قليلة، يعني ما نقدرش نعقبها لك في الماشينة، راه تلصق في الماشينة. على بها رجعتها وطحنتها في الدار فقط. قالها نقبل الكمية من 5 كيلو والفوق، يعني كيلو زوج معناتها ما يطحنهمش.
نقول لكم بعض من فوائد الروينة، راها مليحة، فاتحة للشهية، تقوي العظام والأسنان، تعالج فقر الدم، يعني مفيدة جدا. طريقتها أنكم تدفوا شوية ماء وتديروا لها شوية عسل ولا سكر ولا رب، يعني دبس التمر يعني اللي متوفر عندكم، وتديروا لها شوية دهان ولا الزبدة، وتخلطوها مع هذاك الماء الدافي وتخلوها شوية جارية، يعني ما تكونش شادة روحها. راح الفيديو من الأخير راح تشوفوا طريقتها بالتفصيل، يعني شكلها كيفاش في النهاية كيفاش يجي داير. هي تقريبا كيما الطمينة في القوام تاعها، بصح تجي يعني أقل حلاوة من الطمينة. الطمينة رات حلوة ياسر. هذه هي في الأخير كيفاش تجي، وتحبوا تاكلوها غير سامبل، مش شرط تزينوها. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. ما تنساوناش بالدعم، متابعة ولايك، ومع السلامة. وهنايا بعد ما ديت حقي ديت شويه برك، ما كثرتش خاص الكميه كانت قليله. حبيت نجرب معكم طريقتها بالتفصيل، ورايحه نسكرها، يعني نحليها طبيعيا يعني بالتمر. كاين اللي يحليها بالعسل، كاين اللي يحليها يعني بالسكر اذا ما كانش متوفر. انا حليتها هنايا بالتمر الغرس باش تكون صحيه وافيد للجسم، وتكون عندها قيمه. وجدت يعني رحت حميت الماء، وكتشوفوا الطريقه. حطيت التمر الغرس في هذا الإناء، وقطعة من الزبدة، ومن الأفضل تكون يعني زبدة حيوانية باش تكون عندها قيمة غذائية كما قلت لكم. حميت لهنا الماء في الكسرونة، وكان الماء يعني سخون مليح مليح، باش هذاك التمر يطرى ويعني ويساعدني في المزج يعني. وحابة زعما نطحن هذا التمر مليح حتى وين ما يبانش، باش تقدروا تعطوه لوليداتكم. يعني طفل من يبدا ياكل من فوق 6 شهور عام تقدروا تعطوها له عادي، وخاصة التمر إذا كنتوا طاحينه مليح. شوفوا هنا بعد فترة، يعني أنا كنت طحنتها بيدي زعما غير هاك مرستها بيديا حتى وين. شوفوا كيفاش ولات، مع أنه كي ضفت الماء الحامي ساعدني باش فتت لي هذاك التمر وصبح قوامه مليح. شوفوا هنايا راني كنت قربته لكم باه تلاحظوا كيفاش ولا. وتقدروا ثاني تطحنوها بالبراميكسور عادي، المهم نحوا العلفات باش ما يفسد لكمش البرام. وهنايا نضيف الروينة بالتدريج، يعني ما ضفتهاش دفعة واحدة باش ما يثقلش القوام ويولي يعني ثقيل كيما راكم تعرفوا. بشوية بشوية وديروا. الأطفال راحين يحبوها وتعجبهم إن شاء الله. جربوها لوليداتكم واستثمروا في صحتكم وصحة وليداتكم، وحاولوا تدخلوا المأكولات الصحية واللي عندها قيمة غذائية لنظامكم الصحي، وخاصة الأطفال. يعني تفادوا باش تعطوهم من السكريات الصناعية مثل السكر الأبيض، راه يديرلهم فرط الحركة وينقص لهم التركيز نتاعهم. معناتها أعطوهم هاد الحوايج اللي طبيعية اللي خلقها ربي سبحانه. شوفوا هنا بعد ما خلقت عفوا استغفر الله بعد ما خلطتها شوفوا كيفاش ولا القوام تاع روينتنا. تشربوها مع فنجان قهوة سادة كما يقولوا أخوتنا المشارقة موز، باش يعني ما تكونش حلوة ياسر عليكم، خاصكم تحلوا القهوة والروينة حلوة. قولوا مرحبا بالسكري، بعيد الشر عليكم أحبابي وحبيباتي. إن شاء الله يا ربي تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم.